يا أهلا بيكم في قناة جيجي ورانيا. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة ومن غير ما تستخدمي الفرن. المكونات عندنا كيلو حليب، 4 معالق كبيرة زبدة، كوباية إلا ربع سكر، 4 معالق نشا، 3 معالق دقيق ومعلقتين نسكافيه ومعلقة كاكاو خام، رشة ملح، رشة فانيليا، وكمان هنستخدم بسكوت سادة. الطريقة: هجيب حلة هنزل فيها بالحليب والنشا والدقيق والسكر والنسكافيه والكاكاو ورشة الفانيليا. هقلب كل المكونات مع بعض وبعدين احطهم على نار متوسطة واقلب باستمرار. اول ما يتقل هطفي النار وهنزل بالزبدة ورشة الملح واقلبهم مع بعض. بعد كده هجيب صينية واغلفها بورق زبدة، هجيب بسكوت السادة هنزله في اللبن، اغمسه كده في اللبن وبعدين ارصه في الصينية. دي اول طبقة من البسكوت. بعد ما نعمل اول طبقة من البسكوت هننزل بطبقة كريمة ونفردها لغاية ما تغطي البسكوت. هنكرر اللي عملناه ده، طبقة بسكوت وطبقة كريمة، لغاية ما نخلص كل اللي معانا. بعد كده هندخل الصينية في التلاجة عشان تمسك مع بعض. يلا نعمل بقى التزيين. هجيب شوكولاتة خام واحط عليها نص كوباية من القشطة، هدوبهم مع بعض في حمام بخار او اللي عنده مايكروويف يستخدمه. بعد كده هحطه على وش الكيك وافرده. هجيب شوكولاتة بيضاء هسيحها بحمام البخار او الميكروويف واعمل خطوط عشوائية، وبأي سن سكينة اعمل خطوط طولي وعرضي هيديني الشكل اللي انتوا شايفينه كده. هدخلها في التلاجة تاني نص ساعة عشان تمسك نفسها تاني، وهطلعه بألف هنا وشفا. ودي كانت النتيجة. تنسونيش في الشير واللايك. سلام.